السلام عليكم. اليوم غنشارك معاكم طريقة في تحضير البريوش التقليدي بطريقة سهلة ومقادير بساط. كما كتشوفوا عندي واحد الكاس ديال الحليب، ونص كاس ديال سنيدة، وكاس ديال الماء. كنضيف ليهم كاس ديال الزيت، شوية ديال النافع، ولا كانت حتى حبة الحلاوة راه كتجي زوينة، وشوية ديال الخميرة ديال اللي كنعجنوا بها الخبز، وواحد الخمارة ديال الحمرا، الخمارة ديال ديك بيكربونات. كتجي زوينة، كتجي العجينة الا درتي فيها هذيك الخميرة كتجي خفيفة. ومن بعد كنخلط الخليط مزيان، وكنضيف ليه الدقيق وكنعجنو. الدقيق كيبقى على حسب الخليط. ممكن تضيفوا حتى البيض. حتى البيض الا كانت بيضة كديروا بيضة البيض ديالها، والصفار كتحتفظوا به باش ديروه من الفوق. ولا بغيتوهم يجوا كما نقولوا يجوا بنان مزيان، كديروا كاع حتى لجوج بيضات. ومن بعد ما كنعجنهم مزيان كندلكهم بواحد المعلقه ديال الزبده، وكنخليهم حتى كيضاعف الحجم ديالهم مزيان وكيخمروا مزيان. ومن بعد كنكورهم كويرات ولا باغيت اللي يعجبكم. هو من الاحسن كيجوا مدورين، كيجوا زوينين وقريشات البلديين. ممكن تحتفظوا بهم هكاك، ممكن ديروا فيهم واحد شويه ديال الشكلاط، وكتديروهم في الطاوية اللي غتدخل الفران، وكدهنوهم بشوية ديال الصفار البيض مع شوية ديال هذا القهوة سريعة الذوبان، وواحد طريقة ديال الخل تحيد السفورية من البيض. بالنسبة للملحة ما شاركتش، ما قلتلكمش الملحة. الملحة كتبقى دائما على حسب الذوق، ضروري واحد رشة مع الدقيق ديال الملحة. وكنخليهم على عافية مهيلة حتى كيتضاعف الحجم ديالهم، وكيخرجوا كيتقدموا بالصحة والراحة مع كويس ديال الاتاي ولا ديال القهوة. وكنشكر الصديقة ديالي على الوصفة اللي شاركت معنا، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.